بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فهذه قراءة لخصائص الأسرار في الصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار، من إنشاء شيخ الإسلام الرباني حسن شداد بعمر الحضرمي رحمه الله ونفعنا بعلمه آمين. وأشكر العالم الجليل عبد الإله العرفج على إمدادي بسورة الأصل النادر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إلهي لك الحمد يا مولاي في الأول والآخر والباطن والظاهر، كما يليق بجلالك وعلو قدرك وعظيم سلطانك وجزيل إحسانك. أسألك بذاتك يا رحيم يا رحمن بالفضل والإحسان والجود والامتنان والنور والإيمان واليقين والاطمئنان أن تصلي وتسلم على روح سر الكون كله وبدر الدجى كله وبحر الندى كله، سر الأرواح، ومن هو لنور الأنوار مفتاح ولجميع الكون مصباح، أكمل الجميع وأفضل الجميع وأحسن الجميع وأزكى الجميع والنور البديع والحبيب الشفيع صاحب الجاه الوسيع والمقام الرفيع سيد أهل المعلى والبقيع، سر المسرات ومغناطيس الخيرات ومفاتيح السعادات وشآبيب البركات وعين العنايات وسيد السادات وإمام أهل الأرض والسماوات عالي الدرجات أصل البدايات وآخر النهايات، الحبيب الأعظم والكنز المطلسم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نور النور ومصباح الصدور وبدر البدور ومفتاح الفرح والسرور ومن به تتيسر الأمور، فيض الفيوضات الغامرة ويمن البركات المتواترة وسيد أهل الدنيا والآخرة وشعاع الكواكب الزاهرة وعين الأخلاق الطاهرة وغيوث الهتون الماطرة وصاحب المراتب الفاخرة وبحر البحور الزاخرة ومركز أهل العيون الناظرة وعين أعيان العيون الساهرة معدن الأسرار المتكاثرة، الذي خلقته قبل كل شيء وجعلته نورا لكل شيء قبل كل شيء وبعد كل شيء، سيد الأنام وبدر التمام وخاتم الرسل الكرام مسك الختام شفاء السقام ونورنا الوهاج في الظلام ومن هو للأنبياء ختام، مولانا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الحبيب الذي بازغت منه الأنوار وسارت منه الأسرار وضاءت منه الأقمار وتلاطمت من بحره البحار واخضرت به الأشجار وينعم ببركته الثمار وحن له الجذع كما جاء في الأخبار وسلمت عليه الأشجار وخطبته الأحجار، عين الكنز وظهوره وسر الكون ونوره من فاحت العوالم بمسكه وعطوره، باء البدر المضي وحاء الحسن السني باء البدر المضي وحاء الحسن السني وجيم الجمال البهي وكاف الكنز الخفي وسين السر الجري، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأكمل وأتمم وزد وشرف وعظم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وذريته صلاة وسلاما وبركة وسعادة وعلوا وزيادة ويمنا ونورا وسرا كثيرا صلاة بلا ابتداء وسلاما بلا انتهاء، عدد كل شيء وقدر ميزان كل شيء ومعنى كل شيء ومقدار كل شيء وفهم كل شيء ونطق كل شيء وتسبيح كل شيء في كل وقت وحين من يومنا هذا إلى يوم الدين، عدد ما في الباطن والظاهر والأول والآخر والليل والنهار ولحظة وآن في كل وقت وحين وزمان، عدد الأشجار والأغصان في كل بكرة وعشية ظاهرة وخفية سرا وعلانية، عدد الأوقات والساعات واللحظات والأيام والأعوام ما دام ملكك ووسع علمك ومقدار فضلك وفيض رحمتك ونوال جودك وفيضان إحسانك، ننال بتلك الصلوات والتسليمات نفحات وسعادات وبركات وعطيات وخيرات وحسنات ومثوبات وزيادات وعلو الدرجات في الحياة والممات ونورا وسرا وحكمة وقدرا وعزا وفخرا ونعمة وبشرى ورحمة ويسرا وزهدا وخشية وتقوى واستقامة وجودا وجدوى وعزا وكرامة وفتحا ومنحة وعطاء وسعادة وحسن في الأخلاق ووسعا في الأرزاق، يا فتاح يا خلاق أكرمنا بهذا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر المبين والفتح القريب مع الند والمسك والطيب واجعل لنا منه أوفر حظ ونصيب، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه الذين شربوا من ميزابه وتمسكوا بكتاب الله وآدابه ولزموا بأعتابه واعتكفوا حول بابه وتخلقوا بأخلاقه ولعلها والتزموا بعتابه واعتكفوا حول بابه وتخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بآدابه واتبعوا حكمه مع صوابه،
أو بصوابه، وتلذذوا بلذيذ خطابه، وامتلأوا نورا بجنابه. واجعلني إلهي ووالدي وأولادي وإخواني وأعمامي وأصحابي وأهلي وأحبابي منهم وفيهم ومعهم، وامنح لنا ولهم الأسرار والأمداد والأنوار والفيض المضرار مع طول الأعمار، والله يفعل ما يشاء ويختار. وصلى الله على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار في آناء الليل وأطراف النهار، والحمد لله رب العالمين. انتهى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد خلقك ورضا نفسك وزاد عرشك ومدارك ماتك إليه، نجيم كل ضيق بجاه المصطفى مولى الجميع، وهب لي في منزلتي قرارا ورزقا ثم دفنا في البقيع، وغفر لي ولوالدي ولمشايخي والمسلمين آمين.